لو موبايل حضرتك راح تقدر ترجعه في شهرين بس. الموضوع محتاج منك محامي كويس، ومحتاج منك علبة الموبايل فقط لا غير. الخطوات: حضرتك بتحرر محضر بفقد الموبايل بصورة العلبة بتاعة الموبايل. المحضر دوت بيروح للنيابة، حضرتك بتطلع صورة رسمية من المحضر المثبت جوه المحضر علبة الموبايل. ليه علبة الموبايل؟ لأنها بتحتوي على 3 أرقام للموبايل: رقم المرجعي للموبايل، ورقم المصنع، وحاجة اسمها IMEI. دي الأرقام اللي بتحتاجها القرية الذكية علشان تكشف على الموبايل ده إيه الشريحة اللي اتحطت فيه، وبتتبع شركة موبينيل ولا شركة اتصالات ولا شركة فودافون، وبناء عليه بتراسل حضرتك عن طريق النيابة الشركة بالإفصاح على هوية السيم كارد أو هوية الشريحة اللي محطوطة في موبايلك. فبتطلع مكان الراجل اللي حاطط الشريحة أو الست اللي حاطة شريحتها في الموبايل بتاع حضرتك، وبيبدأ التواصل معاه لتسليم الموبايل عن طريق مين؟ عن طريق مباحث التليفونات، وبيرجع لك الموبايل بتاع حضرتك خلال شهرين فقط لا غير. فلو ضاع موبايلك اطمن، هو في الأمان. سلام.